بالتنسيق مع مديرية التضامن والشؤون الاجتماعية لولاية سيدي بلعباس، نظمت جمعية بسمة مريض بسيدي بلعباس مبادرة قيمة. هذه المبادرة تتمثل في اختتان 20 طفل بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك على مستوى مستشفى الجامعي عبد القادر حسني. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رانا حاضرين هنا مع جمعية بسمة مريض لمشاركة الأطفال المعوزين في عملية الختان الجماعي اللي راهي تشرف عليها. يعني هذه العملية القطاع تاعنا والمديرية تعطي لها اهتمام كبير، وهي من بين النقاط المبرمجة خلال هذا الشهر الفضيل. فإضافة إلى العمل التشاركي والعمل التضامني اللي تشرف عليه المديرية من خلال توزيع الطرود الغذائية منذ بداية شهر رمضان، كاين عملية توزيع، كاين عملية الختان لفائدة الأطفال المعوزين من مختلف المناطق النائية والمعزولة ومناطق الظل. يعني تاني هذا عندها أثر جد إيجابي يعني في نفوس العائلات، لأنه راح يرفع عنها غبن يعني ويقدم لها دعم، مع أنه الجمعية تاني شرفت على جميع ابتداء يعني البروتوكول الصحي كاع كان على عاتق الجمعية، من تحاليل ومن توفير كسوة. يعني هذا يعني لمسنا فيه فرحة وصدى من طرف العائلات المعوزة، وحنا نشجعوا هذا العمل التضامني وندعيو يعني الجمعيات الناشطة في المجال الاجتماعي يعني تمد الاهتمام لهذا العمل التضامني. والحمد لله على مستوى الولاية عندنا عدد معتبر من الجمعيات اللي راه ينظم عمليات الختان، العمل التضامني يبقى متواصل وإن شاء الله يكون الاختتام مع توزيع كسوة العيد أيضا لفائدة العائلات المعوزة وبمناسبة عيد الفطر المبارك. من هذا المنبر يعني نحيي جميع المحسنين اللي يقدموا إعانات لهذه العائلات، نحيي جميع الجمعيات اللي راهي تبادر للعمل الخيري، وإن شاء الله يكون العمل متواصل ويستهدف أكبر عدد ممكن من الأطفال المعوزين. الرحمن الرحيم. أنا الأستاذة يقرو جميلة، رئيسة مصلحة التداوي بالكيمياء في المركز الاستشفائي الجامعي لمكافحة السرطان. اليوم بالتناسق مع جمعية بسمة مريض وإرادة قمنا باختتان وختان 20 طفل معوز ويتيم، وهذه المبادرة تمت في ظروف جد حسنة، حيث كل الأطفال خرجوا فرحانين مع الأولياء تاعهم، بالتناسق سورتو مع أطباء الجراحين لمستشفى بوشلام هاجر، مكلفة بالإعلام على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني. تمت صباحة اليوم تنظيم مبادرة خيرية لعملية ختان 20 طفل بالتنسيق مع جمعية بسمة مريض والإرادة. كما نشكر كل المساهمين على رأسهم البروفيسور يقرو جميلة، طبيبة المختصة في طب الأورام على مستوى المركز مكافحة السرطان، والطاقم الطبي وشبه الطبي لمصلحة جراحة الجراحة العامة على رأسهم الدكتور شهاب حسن، حيث باتت هذه المبادرة بالنجاح الكبير. ونبارك من خلال هذه لهذه الأطفال البراعم المعوزين واليتامى، ونقول لهم كل شيء مبروك، وإن شاء الله تكون مبادرات خيرية في المستقبل. وشكرا. ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة بوتنزل بسمة الأمل، رئيسة جمعية بسمة مريض والإرادة لولاية سيدي بلعباس. نظمت جمعيتنا بالتنسيق مع المستشفى الجامعي عبد القادر حساني ختان جماعي لفائدة 20 طفل من فئة اليتامى والمعوزين. هذه المبادرة تم تجسيدها ضمن البرنامج الخاص بالجمعية. يعني ومن هذا المنبر نقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه المبادرة الخيرية، بما فيها مؤسس دار الحسنة اللي ساهم معنا باللباس التقليدي، أيضا لفائدة الأطفال اللي استفادوا من عملية الختان، بلا ما ننسى الطاقم الطبي والشبه الطبي
وكل من كان ساهر على نجاح هذه المبادرة. وبلا ما ننسى أيضا رانا منظمين حفل ختان خاص بهم في ليلة القدر، وراح نقوموا أيضا بتوزيع هدايا رمزية وملابس العيد أيضا لهذه الفئة اللي استفادت من عملية الختان. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة حبيت نشكر جمعية بسمة المريض والإرادة لولاية سيدي بلعباس على هذه المبادرة الختان الجماعي تاع الأطفال، وخاصة في شهر رمضان المبارك. وبغيت نقول باللي جمعية بسمة المريض والإرادة اللي هتقوم بعمل مليح، خاصة في الأعمال التطوعية من خلال شهر رمضان المبارك. ونظن باللي هي أحسن جمعية هنا في ولاية سيدي بلعباس وفي القطر الجزائري.